اوعى تدخل تسأل شات جي بي تي وتقول له اديني 10 افكار محتوى فايرال، عشان مش هيديك غير شوية عبث غير مفهوم. عشان تقدر تستفيد من ادوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، لازم تتبع تكنيك معين في كتابة البرومبت عشان تقدر توصل لافكار تفايرال معاك وتستفيد منه اكبر استفادة. اول حاجة ادخل على شات جي بي تي واكتب البرومبت ده: انا صانع محتوى في مجال، اكتب المجال بتاعك والجمهور المستهدف بتاعي هو، اوصف جمهورك هنا. عايزك تتعامل معايا كأنك استراتيجي محتوى متخصص محتوى الريلز والفيديوهات القصيرة، وتطلع لي 30 فكرة ريلز انستجرام قابلة للانتشار مبنية على المشاكل اللي جمهوري بيعاني منها، المفاهيم الغلط اللي عندهم، والنتائج اللي نفسهم يوصلوا لها. بس قبل ما تبدأ اسألني على الأقل 10 أسئلة محددة عشان تفهم كويس الاي سي بي بتاعي، العميل المثالي، والبوزيشننج بتاعي في السوق. بعد كده قدم الافكار في جدول. المحور الافقي يكون مشاكل، مفاهيم غلط، نتائج او احلام، والمحور الرئيسي من 1 ل 30. وكل صف يكون فيه فكرة محتوى جاهزة بهوك قوي ومناسبة للمجال بتاعي وقابلة للانتشار. كده هتكون وصلت ل 30 فكرة معبرة عنك او عن البراند بتاعك، مبنية كمان على جمهورك المستهدف.